قناة الموعظة السلفية تقدم لكم. نعم معشر المسلمين، فينبغي اليقظة فإلى متى يتلاعب بنا أعداؤنا؟ إلى متى يتلاعبون بهذه المبادئ؟ إلى متى يتلاعبون بهذه القيم؟ إلى متى يتلاعبون بهذه الأسس الراسخة في قلوب أهل الإسلام؟ سعوا في نزعها، سعوا في إزالتها، حتى قاربوا بينهم وبين المشركين، قاربوا بينهم وبين النصارى، ودعا إلى وحدة الأديان من دعا، ودعا إلى تقارب الأديان من دعا. ولا دين في أرض الله إلا دين الإسلام، هو الذي يجب على الناس أجمعين أن يعتنقوه وأن يأخذوا به وأن يتدينوا لله سبحانه وتعالى به. وما عدا ذلك من الأديان من تدين بها فديانته باطلة لا تنفعه، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا تغتر أيها المسلم ولا أيتها المسلمة التي انتشر في أوساطهن من انتشر من تقليد أعداء الإسلام في شعورهن وقصاتهن وأظافرهن وغير ذلك من الأمور التي والله تعجب لنسائنا وتعجب لإماء الله سبحانه وتعالى من الهرولة بعد المشركين ومن المتابعة العجيبة. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه. دخلنا جحورهم ودخلنا الملتويات وركبنا الصعب والذلول تقليدا لأعداء الملة. ألا فليتق الله أهل الإسلام. إلى متى يا عباد الله يقتلوننا ويرسلون لنا من يشبع بطوننا؟ منظمات، من أين جاءت المنظمات هذه الخبيثة التي جاءت إلى بلدنا في رمضان وطأت أرضنا وأراضي أخرى؟ من أجل ماذا؟ لماذا هذه الإنسانية وهذه الرحمة ما تكون مع إخواننا في غزة ويسمح لهم بإدخال المأكولات والمشروبات والحاجات الضرورية؟ لماذا يأتون إلينا؟ يأتون إلينا لما علمتم من المعاني. وأهل الإسلام مساكين يرحبون للأسف الشديد بأعدائهم ويحتضنون أعدائهم ويفتحون أبواب بيوتهم لأعدائهم. هذا كله يدل على ضعف الإسلام، هذا كله يدل على ضعف أسس الإسلام: الموالاة في الله والمعاداة في الله والمحبة في الله والبغض في الله. فأين بغضكم لأعداء الملة؟